استنى استنى ما تمشيش. سمعت عن كتاب بيتكلم؟ طيب عن فانوس جواه أرواح من الماضي في رمضان لسه شوية من سحر آتي. يا عم المسحراتي، أساطير أساطير. وفعلا هنا هتسمع عن حاجات غريبة بتطير في برنامج من سحر آتي. يا مساء الفرحة على كل اللي بيسمعني دلوقتي على مونيكروفون. معاكم مونيكا ميشيل، وحالا جه ميعاد طبلة جديدة من برنامج من سحر آتي. هنعيش دلوقتي سحر أسطورة رمضانية جديدة هتاخدنا لمدينة غامضة. هنروح لزمن قديم، مدينة مش موجودة على الخريطة. كانوا بيقولوا إنها بتظهر بس في رمضان. بيقولك بقى إن الرحالة اللي كانوا بيدخلوا المدينة دي يستكشفوا حاجة عجيبة، وهي إن سكانها مش بيناموا أبدا طول شهر رمضان. يعني اللي عايشين فيها دايما في حركة كده، والأسواق دايما مفتوحة، والبيوت على طول منورة. حتى الأطفال ما بيبطلوش لعب في حارتها، والموسيقى كمان اللي بتعيشك مود رمضان شغالة طول الليل مش بتقف. حتى الطيور المفروض بعد الغروب بتنام، لأ، هي طول الوقت بتطير في السماء في المدينة دي ومش بتنام. واحد بقى من الرحالة دول كان اسمه يونس، قرر يكتشف ايه سر المدينة دي. وهو ماشي في شوارعها لمح شيخ عجوز قاعد قدام جامع قديم. يونس جري عليه بسرعة وسأله: قولي بقى، هو ازاي مدينتكم دي ما بتنامش؟ ليه الناس كلها دايما في حالة نشاط كده؟ الشيخ ابتسم له وقال له: زمان كان في راجل طيب وصالح دعا لربنا وطلب ان رمضان ما يخلص ابدا علشان يفضل الناس دايما في حالة خير وسعادة، فربنا استجاب له وخلق المدينة دي اللي رمضان فيها ما بينتهيش. يونس وقف كده واتصدم وقال له: طيب اللي يدخل المدينة دي يقدر يخرج؟ رد عليه الشيخ رد يفاجئه اكتر وقال له: اللي يدخلها لازم يختار انه يعيش فيها للأبد بجوها المبهج ورمضان وتفاصيله طول عمره، او يمشي لكن مش هيعرف يرجع لها تاني ابدا. يونس وقف مع نفسه واحتار، اعمل ايه؟ اقعد ولا امشي؟ سؤالنا النهارده، قولي انت تفتكر يونس عمل ايه؟ واجابة السؤال ده هتعرفها الحلقة الجاية. وانت بقى لو مكانه هتختار ايه؟ اكتب لي تحت في الكومنتس. وللأسف سكتت حالا طبلتنا النهاردة. استنوني بكرة في نفس الميعاد الساعة 6:15 مساء مع طبلة جديدة تاخدنا لسحر أسطورة رمضانية جديدة في برنامج من سحر آتي مع مونيكا ميشيل على مونيكروفون. من سحر آتي، من سحر آتي، من سحر آتي، من سحر آتي. هنا يوماتي من سحر آتي.